السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شهد. النهاردة هنعمل الكماج باللبن الرايب، حلو جدا جدا لسحور رمضان. كل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، طري جدا جدا ومفرغ وحلو وجميل جدا. طبعا اللبن الرايب بيكون خطير خطير خطير. وزي ما انت عايزة تعمليه رغيف كبير كده ومدور ماشي، عايزة تعمليه رغيف صغير ومطاول كده مفيش اي مشكلة خالص. دي حاجة ترجع ليكي. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وندخل ونشوف مكوناتنا في الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض وهنعجنه ازاي. طبعا طريقته في العجين سهلة جدا جدا. نقول مكوناتنا. معايا لبن، وده حوالي من 2 كيلو لبن انا كنت جايباهم ومخلياهم يروبوا هنا في البيت. ومعايا كده نص كوباية من المية، حاطة فيها معلقة كبيرة من الخميرة البيرة ومعلقة سكر ومقلباهم وسبتهم يتفاعلوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومعايا كوباية من السمنة، ومعايا مية دافية كده علشان لو احتجت اكمل المية على العجين. والسمنة يدوبك كده سايحة ويدوبك فكت بالشكل ده كده. وسمنة من سمنة العلب العادية جدا، مفيش مش محتاجة سمنة بلدي ولا أي حاجة. طبعا اللبن الرايب اللهم بارك بيكون خطير، وريحته خطيرة وريحته جميلة جدا. والدقيق اللي معايا ده دقيق قمح، دقيق من أول عين على تاني عين. وزي ما قلت لكم في الفيديوهات القديمة قبل كده، اللي من الفلاحين والارياف زي عارفين يعني ايه تاني عين واول عين. لما بناخد القمح نعمله في المكنه نطحنه بيكون فيه مراحل. دي اول مرحلتين هبدا كده. طبعا انا حطيت الملح وقلبت الدقيق كده وانا بكلمكم. طبعا اللبن انا كنت مدفياه علشان الجو بارد لسه، مش في ايام الصيف والحر. طبعا حته اللبنه ديت كانت جامده كده علشان كنت مسخناها، فانا استبعدتها تماما ما حطيتهاش في العجينه. واللهم بارك هبدأ بقى أعجن. وقلبت العجين حلو جدا جدا، أو أخدم العجين زي ما بنقول، يعني زي ما بنقول في بلادنا كده نخدم العجين أو نلت العجين. وهنا ضفت الخميرة علشان طبعا العجينه ما تطلعش مني لينه. شايفين اللهم بارك؟ طبعا العجينه فيها عرق حلو جدا جدا. وطبعا نلت ونعجن كده لغايه ما نخدم العجينه وناخد منها القوام المناسب. وهنا انا ضفت السمنه بعد ما قلبت اللبن كده مع الدقيق، او الرايب مع الدقيق زي ما بنقول، بس مش عارفه المقطع ده اتحذف مني ليه. فطبعا خدمت العجينه لغايه ما بقت معايا بالشكل ده كده. هي لا لينه قوي ولا يابسه قوي، ما شاء الله. قوامها حلو جدا جدا وجميلة جدا جدا. هسيب العجين بقى واغطي عليه وهسيبه يختمر. وطبعا لازم يكون يختمر كده في مكان دافي، ويكون متغطي كويس علشان برضو الجو لسه بارد. ما هوش صيف ولا حاجة، احنا لسه في الجو اللي هو الجو الخريفي، مش او جو الربيع زي ما بنقول. بعد ما اختمر تماما زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك، طبعا قوامه حلو جدا وعامل كده ما شاء الله كده بلالين ومنفوخ. بدأت كده ان اهبطه بالشكل ده كده او المه تاني زي ما تفضلي وزي ما تحبي، بس طبعا لميه كده بالشكل ده كده علشان الهواء يطلع منه. شايفين اللهم بارك الفراغات اللي في العجينة دي دليل على ان العجين مختمر حلو وجميل جدا. بدأت كده هبطت العجين وهبدأ بقى اجيب الصينية ديت. طبعا كلنا متوفر عندنا الصواني الالومنيوم الكبيرة دي في البيوت، ولو مش عندنا عادي اي صينية مفيش مشكلة، المتوفر عندك والمتاح عندك. وطبعا ده بيكون على حسب الكمية برضو اللي انت هتعمليها. اللهم بارك. طبعا الكمية اللي معايا هي هتملأ معايا الصينية ديت. واحنا هنا في الأرياف والفلاحين طبعا عندنا المواعين دي كتيرة والصواني دي كتير. بدأت هنا ان اقطع العجين بالشكل ده كده او اقوره زي ما بنقول. وحجم الكورة يرجع ليكي انت، تكون صغيرة او كبيرة مفيش اي مشكلة خالص. هنا انا كبرت جزء وصغرت جزء لان انا كنت عايزاه كده، عايزه جزء كبير وعايزه جزء صغير. وهنبدأ ان احنا نفرده مع بعض ونشوف احنا هنفرده ازاي ان شاء الله. خلاص هنا كنت خلصت كل كمية القراريس اللهم بارك. كمية حلوة جدا جدا. طبعا بقى شهر الخير شهر رمضان، وعاملين لسحور رمضان طبعا كمية. وتقدري برضو ما تعمليش الكمية الكبيرة ديت، مفيش اي مشكلة، اعملي على قدك. لو هتعملي اول باول دي حاجة ترجع ليكي. هغطي بقى العيش كده او
او القرص او الكماج زي ما بنقول بكيس علشان الهواء وعلشان وشه ما يقشفش ويكون وشه حلو ويكون وشه طري كده. وبرده غطا عجين كده، عباية قديمة، خمار قديم، المتوفر عندك غطي بيه. وابدا بقى كده ان هفرد معاكم كده واحده او اتنين علشان طبعا تشوفوا معايا بنوتاتي حبايبي ان العيش بيتفرد ازاي. طبعا جبت كده اول كوره انا قطعتها، طبعا بناخد بقى من الاول اللي احنا قطعناه من الاول، طبعا بتكوني انت عارفاه وعارفه الاتجاه اللي انت قطعتيه الاول، بتبداي كده تاخدي منه وتبداي كده تفردي الاول بايدك، وبعد كده كملي بالنشابه او المردانه زي ما بتقولوا عليها، وكل واحد زي ما بيقول في بلده، مفيش اي مشكله خالص. المهم ان احنا كده بدأنا نفرد العجينه، وهنفرد كده الكوره لغايه ما تبقى معايا بالقوام ده. اللهم بارك، شايفين قوامها حلو جدا جدا، يعني بسمك كده نص سنتي، ما احناش عايزينها تخينه ولا رقيقه علشان تطلع منفوخه معانا ويكون شكلها حلو ويكون شكلها جميل. كده بقى هنبدأ ان احنا نحط اللي احنا فردناه فين، هنحطه كده على قماشة تكون مفرودة ونفرد عليها، وبعد كده نحط طبقات وبين كل طبقة وطبقة قماشة، يعني ما نحطش على بعضه علشان ما يمسكش في بعضه، لازم يكون بين كل طبقة وطبقة قماشة. زي ما انتوا شايفين بقفر التاني اهوت، علشان لو كل بنوته كده حبت تساعد مامتها او تعمل تكون سهله عليها وتكون جميله. والعجينه ما شاء الله جميله جدا جدا، لا هي متماسكه ولا هي لينه، يعني العجينه قوامها مظبوط وحلو وجميل، وبتروح وتيجي معايا بالنشابه اهيت بتقول يعني اخبزوني اخبزوني بطريقه حلوه وجميله جدا جدا. كده بقى هنعمل كل الكميه اللي احنا قطعناها مع بعض، وطبعا انا هعملها بقى علشان ما اطولش عليكم الفيديو، ونبدأ نشوف احنا هنخبز الكماج ده ازاي، او العيش المنفوخ زي ما بنقول، او عيش السحور زي ما بنقول. طبعا ولعت الفرن بتاعي بقى وسخنته حلو جدا جدا، وبدأت بعد كده خدت رشة دقيق على المطرحة وحطيت عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان احدف كده في الفرن، احدف يعني كمية كبيرة ما تكونش كمية صغيرة. وولعت فرن كده من فوق ومن تحت، ونطلع احلى عيش او احلى كماج ان شاء الله من الفرن البلدي. وهقول لكم حبايبي لو انتوا ان شاء الله حابين تعملوه برضو في فرن البوتاجاز او على البوتاجاز من فوق، صدقوني الخبيز في البيت بيكون حلو جدا جدا، وبيكون خير وبركة وبيكون كتير طبعا عن الشراء. طبعا الايام دي ايام غلاء، يعني ما تستهونيش وتستكسلي وتقولي انا هشتري، لا طبعا هاتي الدقيق واعمليه في البيت، بيكون موفر جدا جدا ومش مكلف عليكي زي بره. يعني بناكل حاجه نظيفه وبنعمل حاجه نظيفه لاولادنا، وبنبدا ان احنا نعمله ازاي في البيت. هنعجن نفس العجينه وهنحط الصينيه على البوتاجاز او مصفى، والمصفى تكون الومنيوم طبعا، مصفى المخرمه، ونحطها على عين البوتاجاز ونحط عليها الرغيف عادي جدا على نار وسط، ونبدأ نطلع احلى عيش من ايدينا. مش شرط ان هو يكون فرن فلاحي او فرن بلدي زي ده علشان نخبز، ممكن نخبز برضو في الصواني في فرن البوتاجاز، مفيش اي مشكلة خالص، ونطلع احلى عيش معمول من ايدينا لاولادنا، وريحة البيت تكون عمرانة كده بالخبيز ومليانة بالخبيز. وطبعا بنقول شهر الخير وطبعا شهر الصيام لازم نعمل حاجة كده نسحر عليها علشان نقيم عليها اليوم كله. هكمل بقى كل الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. اللهم بارك، طبعا الكمية كانت حلوة جدا جدا وجميلة جدا جدا، وبألف هنا وشفا يا رب، اللهم امين. وكملت كل الكمية وخبزتها في الفرن البلدي بقى بتاعي. وطبعا العيش بعد ما بطلعه وبسيبه بقى كده 5 دقايق، وبعد كده أبدأ أجيب قماشة وأمسحه وأنضفه قبل ما ناكله وقبل ما نستخدمه، لازم طبعا نمسحه وننضفه علشان هو بيطلع من فرن بلدي. لكن لو من فرن البوتاجاز طبعا مش محتاج ان هو يتمسح بالقماشة ولا حاجة. وطبعا الفرن لازم يكون مولع كده من تحت ومن فوق علشان يطلع العيش معايا منفوخ بالشكل ده. لكن لو الفرن هو مولع بس من فوق ومش من تحت، مش هيطلع العيش منفوخ واحمر وحلو وجميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم،
وما كنش طولت عليكم. ما شاء الله اللهم بارك. طبعا النقط السمراء اللي في العيش ده دي القشطة اللي هي بتاعت اللبن الرايب، مش حاجة تانية خالص، مش حاجة تانية يعني. وطبعا زي ما انتم شايفين العيش طري اللهم بارك وطالع جميل وزي الفل، وده بعد ما مسحته ومفرغ وحلو جدا جدا. يا رب الفيديو يكون نال على رضاكم، ويكون عجبكم طريقتي في عجن الكماج. وإن شاء الله أشوفكم فيديوهات جاية كتير، وكل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. أسيبكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.